والله ثم والله أقول لو أنهم ذهبوا إلى غزة ربما لكان لهم خير وأبقى عند الله. بالأمس رأينا هؤلاء الذين يقفون على معبر رفح وتمنعهم الحكومة المصرية. إن موقفكم هذا اليوم سيحسب لكم عند الله أولا ثم يحسب لكم في التاريخ. أيها الإخوة الكرام، نشكر كل الذين ساهموا في هذه الرحلة المباركة، ولا أبالغ إذا قلت في هذا الحج المبارك. نشكر كل الذين ساهموا على رأسهم حزب العمل الذي بادر بهذه القضية، ثم الأخوة الشرفاء والأحرار في حزب الكرامة الذين ساهموا أيضا في هذه الرحلة بكثافة. نشكر وشكر خاص للمدونين الذين ربما لولاهم ولن يصل صوت هذه الرحلة إلى العالم. أيها الأخوة، حتى تكون رحلتنا مباركة نبدأ هذه الرحلة بدعاء السفر الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون سفرا موفقا. فنقول نقول بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم هون علينا سفرنا. اللهم هون علينا سفرنا. وجزاكم الله خيرا، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى هذه الرحلة.